إيناس الدغيدي أول بني آدمة في العالم حجزت مكانها في النار. ما فكرتش في الحرام كتير. ما فكرتش فيه، يعني مش حاطاه التارجت بتاع حياتي. في أول ظهور ليها إعلاميا في الأيام اللي فاتت تصريح غريب للمخرجة إيناس الدغيدي حطها في مساءلة أمام المستشار مرتضى منصور بعد ما صرحت تصريح خطير وقالت: جربت المساكنة مع زوجي. اللي مش فاهم يعني إيه المساكنة، يعني عاشت مع جوزها 9 سنين في بيت واحد من غير ما يتجوزوا. تصريح غريب هيجي عليها الرأي العام. بعديها بساعات رد عليها المستشار مرتضى منصور وقال لها: مبروك حجزتي كرسي في النار. وقال المستشار مرتضى منصور كانت مستضيفاه في برنامج قبل كده وواجهها بالتصريحات بتاعتها وقال لها: التصريحات دي ممكن تأذيكي بعد كده وتهيج عليك الرأي العام. ولكن هي ما سمعتش كلامه وقال لها: إذا بليتم فاستتروا. وقال لها: انت بتفسدي اجيال. وقال: لما بنت او ولد صغيرين يشوفوا تصريحك وانت بتقولي كده وعشتي 9 سنين مع جوزك بدون جواز في شقة واحدة، اكيد هيسمعوا كلامك ويتأثروا بيك وهيعملوا كده. والكلام ده كان على لسان المستشار مرتضى منصور شخصيا، ودخل كمان الفنانة إلهام شاهين معاها في الموضوع بعد تصريحها الأخير، وانتقدت فيه مخرج وقالت كان بيسيب شغله وبيسيب التصوير وبيروح يصلي. قال لها: وانت كمان حجزتي مكانك معاها في النار. يا ترى رأيك ايه في تصريح المستشار مرتضى منصور للمخرجة إيناس الدغيدي؟